في ناس كتير بتصحى من النوم وهي حاسة إنها مخنوقة، وناس بتحلم بكوابيس مرعبة، وناس تانية بتصحى تلاقي جسمها متخرط وفيه جروح وخرابيش غريبة هم مش فاهمين حصلت ازاي في جسمهم. الناس دي دايما بتقول إن ده الجاسوم، وناس تانية بتقول لهم ده أكيد الجن العاشق. بس اللي أنا متأكدة منه بقى إن كل ده صح، بس ناقصه تفصيلة صغيرة، والتفصيلة دي مرعبة جدا، ألا وهي الأعمال السفلية، أو بمعنى أدق السحر السفلي. وده من أخطر وأقذر أنواع السحر اللي ممكن يدمر حياتك حرفيا. يعمل لك كوابيس تقطع النفس، يخليك حاسس إنك مخنوق طول الوقت، كاره الناس وكاره نفسك، تفكيرك دايما سوداوي، والأفكار الانتحارية بتبقى بتحوطك من كل ناحية. ده بقى اسمه العمل الأسود، وده مش لعب عيال خالص. العمل ده بيفتح أبواب للجن والشياطين، وهم بيفرحوا جدا لما يلاقوا ابن آدم يائس وعلى طول بائس، والكافر برحمة ربنا حاسس إنه وحيد وضايع، وهكذا. وهنا بقى لازم أحكي لكم حكاية منى إبراهيم. منى إبراهيم بعتة وبتقول: أنا منى، عندي 25 سنة، من القاهرة، متجوزة وعندي ولد اسمه سمير عنده 6 سنين. كل حاجة بدأت من هنا. كل ليلة سمير بيصحى من النوم مفزوع وبيعيط وهو نايم. مرة صحيت على صوته ودخلت عليه وسألته: مالك يا سمير، بتعيط ليه يا حبيبي؟ رد عليا وهو بيرتعش من الخوف وبيقول لي: يا ماما، في واحد واقف وراكي ماسك سكينة وبيكتب على الحيطة. قلت له وانا بحاول اهديه: ده حلم يا حبيبي، ما تخافش، انا جنبك ومعاك. رد عليا وقال لي: بس هو لسه واقف وراك يا ماما، انا شايفه. لفيت ورايا بسرعة، ولكن لقيت ان مفيش حاجة. حضنته وقلت له: ما تقلقش يا حبيبي، انا معاك ومش هسيبك ابدا. لكن نظرة الرعب فضلت في عينه لمدة طويلة. وقتها انا بصيت تاني ورايا، وبالفعل لقيت حاجة خلت جسمي أشعر من كتر الرعب والخوف. رسمة على الحيطة لطفل ماسك سكينة والدم نازل من إيديه. رجعت بسرعة تاني ببص لسمير، ما لقيتوش على السرير. فضلت أدور عليه زي المجنونة. وقتها لقيته في المطبخ ماسك سكينة وجارح بيها نفسه. جريت عليه وخدت منه السكينة وجريت بيها على المستشفى، والحمد لله قدرت ألحقه. الحمد لله رجعنا البيت، والكابوس الحقيقي بقى بدأ من هنا. حيطان الشقة كلها كانت مليانة رسومات غريبة. أول ما دخلت قلت: بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. النور قطع، حسيت إن في حد ماشي ورايا. جسمي كأنه اتشد من ظهري، وحسيت وقتها بوجع غريب. رجع النور مرة تانية. وقتها ببص في المراية لقيت عقرب مرسوم على ظهري. وبعدها بيومين وأنا في الحمام لقيت عقرب حقيقي لونه اسود وشكله مرعب ماشي على الحيطة. اتجمدت في مكاني من الرعب. العقرب نزل ناحيتي، ولما جيت اهرب منه وقعت على الارض، وهو قرصني في رجلي وبعدها اختفى. بصيت على رجلي لقيت لونها اسود، والمكان ده بيوجعني نار. حسيت كأن جسمي كله سخن، وظهري كأنه بيولع نار. فجأة سمير فتح باب الحمام عليا، بس عينه كانت سودة تماما. بصلي ومسك رقبته وكسرها ووقع قدامي. آخر حاجة فاكراها إني صرخت، وبعد كده فقدت الوعي، ما حسيتش بأي حاجة. فقت بعد 4 أيام، لقيت نفسي في السرير. أمي وأخويا وطليقي كانوا حواليا. طليقي قال لي: الحمد لله على سلامتك، انت كنت في غيبوبة، والدكتور قال إن عندك صدمة نفسية. سألته بصوت مكسور: هو فين سمير؟ قال لي: ما تقلقيش عليه، سمير نايم وكويس. رحت ابص عليه لقيته سليم، ولا كأن في اي حاجة حصلت، ورجلي ما فيهاش حاجة خالص، وظهري كمان ما فيهوش اي حاجة، بس الكوابيس لسه بتنهش في عقلي. بس اللي اكتشفته بعد كده هو اللي قطم ظهري. طليقي رجع البيت في يوم ولقيته حاطط حاجة تحت السرير، ومن ساعتها وكل حاجة بدأت تتغير. رحت لراجل معروف بفك الأعمال، حكيت له كل اللي حصل. بصلي وقال لي: اللي عمل فيكي كده جوزك القديم، عمل لك سحر سفلي علشان تموتي وتفضل الشقة ليه لوحده. قال لي: ارجعي البيت هتلاقي العمل ده موجود تحت السرير. وبالفعل رجعت ودخلت الأوضة
ولكن لقيت السرير كله دم وفيه تعابين سودا أصواتهم مخيفة بتوجع في القلب، ولقيت عقرب واقف فوق على السرير. كنت هموت من الخوف، بس جمعت شجاعتي وقلت لنفسي إن كل ده مش حقيقي، كل ده مش بجد. قربت من السرير، وقتها فجأة النور قطع. عيون التعابين دي بدأت تنور وتطلع أصوات كأنها بتهمس بأشياء مفهومة. التعابين لفت حوالين رجلي، حسيت وقتها إن جسمي كله اتشل. تعبان منهم لف حوالين رقبتي، كنت متأكدة إني خلاص هموت. وقعت على الأرض ولقيت الورقة قدامي، خدتها وجريت بيها بسرعة على الشيخ. بص الشيخ فيها وقال لي: ده عمل سفلي علشان يتسبب في قتلك يا بنتي، اللي عمله مش هيرتاح، الشياطين اللي استخدمهم هيرجعوا ينتقموا منه هو، يا هيموت يا هيتجنن يا هينتحر. الشيخ بدأ يقرأ وحط ايده على راسي، حسيت بصداع رهيب جدا، وبعدها رجعت، وبعدها شربني مية طعمها غريب لكن مريح، ورجعت البيت. بعدها بكام شهر حلمت ان شقة جوزي القديم اتحرقت. صحيت مرعوبة، ولكن الخبر جالي فعلا بعدها، حقيقي فعلا الشقة اتحرقت وهو مات جواها. ودي كانت نهاية كل حد بيتمنى الشر للناس. يا ريت نفهم ده كويس جدا ونخلي بالنا، أوقات الأحلام دي بتبقى رسائل حقيقية، وممكن اللي يتمنى لك الهلاك يكون أقرب مليك. وعلشان كده لازم نحذر من كل الناس، وأول ناس نحذر منهم هم الأقربين.